تصفيات ما بيها مجال ولا تأجيل ولا كل شيء، ممنوع. زين، يعني اول وتالي نروح للتصفيات ان شاء الله. زين بنات، بعد ما نريد نحكي هسه. شوف انتم ما حاسين بيها الوضع، من وحده بيكم تحكي وظروف وهاي، ترى انتم خافوا على اهلكم، عرفوا؟ احنا هنا شوف نضحك ونقعد ونتمرن ونخلص الوقت بسهوله. كابتن شلون نشوف الوحده التدريبيه اليوم الجمعه الروحيه النفسيه للاعبات، خاصه المنتخب دا يتاهب للمشاركه في تصفيات كاس اسيا اللي راح تقام في تايلاند، وشلون نشوف اجواء معسكر ايران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد الاجواء يعني الحمد لله جيده جدا، متوفر لنا كل شيء. يعني تفاجئنا بالوضع اللي احنا بالمعسكر، كل شيء متوفر لنا. يعني اكيد هي النقطه السلبيه اللي احنا خسارتنا من المباراه الاولى والثانيه، لكن المباراتين استفادنا منها كثير. يعني الكل تعرف انه صار لنا سنه واربعة اشهر لم ناخذ اي مباراه وديه. اكيد المنتخب الايراني من المنتخبات الاولى، السته الاولى باسيا، وهذا اعطانا يعني طابع جيد للمنتخبات الاسيويه. يعني خاصة منتخبنا النسوي يعني قدم مباريات جميلة رغم من الأهداف اللي دخلت علينا، لكن هذا يعني أكيد مباريات ودية. أما بالنسبة للظروف يعني الحمد لله احنا هنا كل شيء متوفر لنا. نشكر الكابتن عدنان درجال متواصل ويانا باللحظة بساعة بساعة، والإخوان بالاتحاد العراقي، وكذلك السفير الأستاذ نصير. يعني الكل متوفر لنا وكل داعمين للمنتخب، وقال لنا أي شيء يعني تحتاجوه احنا بخدمتكم. إذا تريدون تروحون على البر او تريدون تبقون باقامتكم، الاخوان هنا بالاتحاد الايراني وفر لنا كل شيء. ودا تلاحظون يعني احنا رغم كل هاي الاجواء اللي موجوده والاخبار اللي احنا دا نتفاجئ بها بالعراق، لكن احنا دا نتمرن بعيدين كل البعد عن الوضع السلبي اللي هنا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نخوض وحداتنا التدريبيه، واذا صارت وقت انه نرجع للعراق احنا ان شاء الله نكون يعني موجودين يم اهالينا، ونريد نطمن العوائل والاهالي اللاعبات انه الظروف كلها جيده جدا، والحمد لله احنا بامان وباطمئنان كامل.